بفضل الله الأمن والأمان والاستقرار وحب الوطن وحب الأرض والوفاء لها، وأنتم خير مثال على ذلك. اليوم أزوركم في قنا والأقصر ونقول للعالم كله معا: هذه هي مصر، الاستقرار والأمن والطمأنينة بفضل الله، ثم بوعي وفهم وإدراك الشعب المصري في كل مكان. النقطة الثانية في شمال الصعيد، في الجيزة، في شمال الصعيد، في بوابة صعيد مصر العظيم، في دهشور، لا يمكن أبدا ونحن صائمون أن يقبل أحد منا أبدا أن يعتدي الأخ على أخيه، فضلا عن أن يريق دمه. هذه مواقف لا تعبر أبدا عن الحب العميق في قلب المصريين لبعضهم البعض، سواء المسلمين مع المسلمين أو المسيحيين مع المسيحيين أو المسلمين مع المسيحيين أو الرجال مع النساء. ما وضع فينا السور نحسب له جميعا وله شقان: الأول جنائي يأخذ القانون في مجراه ولا بد من المحاكمة العادلة الناجزة السريعة، والشق الثاني هو المجتمعي الشعب، حيث يحب أهل دهشور وأهل مصر بعضهم بعضا. ولذلك أنا أدعوهم جميعا، أدعو إخواني المسلمين وإخواني وأبنائي المسيحيين أن يعودوا اليوم إلى بعضهم البعض، وأن يؤمن المسلمون إخوانهم المسيحيين في دهشور، وأن يكونوا نموذجا عرفناه فيهم دائما، وسيتم تعويض كل من تضرر ويعود الأمن والاستقرار